احنا متابعين، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. طبعا اللي اول مره يشوف قناتي يشترك في القناه ويفعل الجرس ويعمل لي لايك وشير للفيديو. ده طبعا اول حاجه مبدئيا هنعمل النهارده حمله للقضاء والازاله للكرش. قضاء والازاله على الكرش طبعا اللي عامل لنا ازعاج ومدمر حياتنا. طبعا مش عارفين نلبس اي حاجه خالص من الكرش ده. يعني في ناس طبعا زي ما احنا عارفين جسمها كويس جدا، بس ما عندهمش اي تراكمات في اي منطقة او اي حاجة الا منطقة الكرش، ومش عارفين ازاي نتخلص منه. طبعا النهارده ان شاء الله باذن الله يعني الوصفه دي تبقى انا جايبه كذا حاجه مع بعض ومجمعه لكم كل حاجه علشان نقضي على الكرش تماما. هنقضي عليه يعني مش هنخلي فيه اي كرش خالص. بكل الحاجات الحلوه اللي احنا جايبينها مع بعض دي وهنشوف ازاي بقى مع بعض. هنقضي على الكرش وندمره، حمله قضاء على الكرش وتدميره، ومفيش اي كرش تاني هيظهر عندنا. بس طبعا الوصفات دي طبيعيه، واي حاجه طبيعيه لابد من الدوام والاستمرار. لو ما داومناش على الحاجه واستمرينا عليها يبقى مش اكننا يعني ما عملناش حاجه، اكننا ما عملناش حاجه خالص. لو ما استمريناش على الوصفات الطبيعيه دي، لان طبعا اي وصفه طبيعيه لازم تداوم وتستمر عليها علشان تديك نفس النتيجه ونفس المفعول دايما. طبعا مش هنطول كتير. من اول حاجه معايا المشروب ده المشروب ده جبار في القضاء على الكرش، وهقول لكم دلوقتي على المشروب ده بيحتوي على ايه. ماشي، ده اول حاجه. تاني حاجه الحزام ده، حزام التخسيس البطن ما بعد الولاده. ده تخسيس للبطن ما بعد الولاده وشد البطن، حلو جدا جدا من غير اي حاجه. لما بتلبسي الحزام ده بتحس ان بطنك اتشدت وترجع لطبيعتها. بيستخدم طبعا بعد الولاده على طول، وبتبقى دايما لابساه، ما بيبانش خالص ان انت لابسه اي حزام ولا اي حاجه. حتى لو خرجت بيه ما بيبقاش باين، لان هو بيشد دايما بيشد البطن. حلو جدا برضو ومش غالي، ده سعره تقريبا 35 جنيه او 40 جنيه، يعني سعره في متناول للجميع. وليه مفعول برضو وبيعمل تأثير جدا على البطن وبيشد البطن. بس لازم برضو نستمر ونداوم عليه، نبقى لابسينه دايما علشان ما يعملش معايا يعني يعمل معايا دايما مفعول ونتيجة. وتالت حاجة معايا واخر حاجة كريم الجنزبيل. كريم الجنزبيل لإنقاص الوزن وللتنحيف. طبعا انا كنت عاملة فيديو عليه قبل كده، ويعني وفي قناه كبيره طلعت اتكلمت بعد ما انا اتكلمت عن كريم الجنزبيل ده، وقالت ان هو يستحق التجربه ولا لا. وبعد كده بقت هي اصلا بتستخدمه وعملت فيديو تاني على الكريم ده. بقت حاجه اساسيه من اساسيات التجميل بالنسبه ليها. حلو جدا للخطوط البيضاء، ما بيخليش عندك خطوط بيضاء خالص، وبيقضي على الكرش. فعال فعلا في القضاء على الكرش. كريم الجنزبيل رهيب رهيب، وانا كنت عامله فيديو عليه قبل كده. وطبعا دي ولا دعايه ولا اعلانات لاي حد، طبعا حاجه للامن اللي انا بستخدمها وبتنفع معايا، دي اللي انا بطلعها لكم وبقول لكم الحاجه دي حلوه. الوسيله امنه الطبيعيه للتخسيس لتنحيف وانقاص الوزن. طبعا بتدهني على المنطقه اللي انت عايزه تنحى فيها، سواء البطن او اي منطقه. طبعا انا بس بتكلم النهارده على على الكرش. هنشوف. طبعا في ناس كانت طالبه مني كتير ان انا اقول محتويات كريم الجنزبيل ده، لان هو ممكن ما يكونش موجود في اي بلد، فممكن هم الحاجات دي هم يجيبوها ويعملوها مع بعض علشان تديلهم نفس النتيجه. طبعا هو للتنحيف وانقاص الوزن، الوسيله الطبيعيه لانقاص الوزن. بيحتوي على زيوت نباتيه وعطريه طبيعيه، يعني طبيعي مفيش اي كيماويات ولا اي ضرر. كزيت الجنزبيل اللي طبعا رهيب في التخسيس. والاكيبوليوس والكرفة والقرنفل والمينيتول والروزماري والصندل والبرتقال والجريسلين والحبة السوداء. يعني بيحتوي زي ما انتم شايفين كده مسلطة القمر عليه، بيحتوي على كذا حاجة، لان في ناس طلبت مني مكونات ده. ماشي، دي المكونات بتاعته اهو، مكونات حلوه جدا جدا وامنه وما فيهاش اي ضرر خالص. ماشي، ده كده كريم الجنزبيل حلو جدا والله العظيم، وفي ناس كتيره جربته وشكرت فيه. وسعره برضو مش غالي، ده في متناول الجميع. سعره كام؟ سعره 25 جنيه. انا جايبه ده ب25 جنيه.
مش جايباه اغلى من كده. في ناس طبعا بتستغل الظروف، وحجمه طبعا 250 جرام. في ناس بتستغل الظروف، ولما بتلاقي طلب على منتج بترفع سعره، بس هو سعره 25 جنيه بس. يوضع طبقة من الكريم على المكان المراد لتخسيسه مع التدليك الجيد. يعني هندلك المكان اللي احنا عايزين نخسسه. وطبعا دي المكونات اللي انا قلت لكم عليها كده، ايه 3 حاجات. هنشوف بقى طبعا المشروب اللي انا قلت لكم عليه، هنشوفه بيحتوي على ايه علشان يقضي وينهي على الكرش. وهنستخدمه المشروب ده هنستخدمه 3 مرات في اليوم. والمشروب ده برضو ما ينفعش للست الحامل او الست اللي بترضع. ليه؟ لان هو بينشف اللبن، ماشي، لان هو طبعا بيعمل على انقاص الوزن. فما ينفعش ان احنا وانا حامل او برضع، عشان برضو في ناس بتسأل على الحاجات دي. ما ينفعش انا حامل او برضع واشرب اي مشروب طبيعي للتخسيس، لان انا كده بضر بنفسي وبضر بالطفل اللي انا معايا. طبعا هنشوفه بيحتوي على ايه هذا المشروب. المشروب ده طبعا بيحتوي زي ما احنا شايفين كده، هو نعناع اللي هو الناشف، واحدة من الليمونة كده، نعناع وليمون، واخر حاجة ده اللي هو البقدونس، نعناع ليمون بقدونس، ماشي. ولسه في مكون تاني هقول لكم برضو عليه، حلو جدا، انا شاريه جاهز اصلا من عند العطار. عملت ده كده الاتنين مع بعض، يعني ليمون بقدونس، علشان لو غليتها بيبقى مضره. فانا بعد ما بننزل مغلي البقدونس والنعناع مع بعض، طبعا لو حطينا قرفه رهيبه مع شويه من الجنزبيل، بس انا جايبه دي الوصفه دي جاهزه بقى. نحطهم ونغليهم طبعا زي ما قلت كده، هو ايه مع بعض. وعندي هنا ده منتج انا كنت شارياه برضو، بس انا مش هقول على الاسم يعني، علشان في ناس بتطلع تقول لي انت بتعملي دعايه يعني للحاجات دي. ده تركيبه طبيعيه لانقاص الوزن، البطن والارداف، يعني ده للبطن بس والارداف. حلوه جدا جدا برضو، بتنهي وتقضي على الكرش تماما من اول ما تستخدميها. بتلاقي بينزل كده منك زيوت، يعني بتنزل مع الحمام. اكنك بتنزلي زيت كده، بتحسي فعلا بفرق النتيجه. بيعمل شويه مغص لان هو علشان بيقضي على الدهون وهي نازله، بتحسي كل يوم كده زيوت كده نازله، يعني رهيب، مش قادره اتكلم طبعا عنه. هنشوف بقى المكون ده بيحتوي على ايه. هقول لكم هو بيحتوي على ايه. بيحتوي على جنزبيل، بيحتوي على كمون اسود وقرفة وزعتر. سعره كام؟ مش هتصدقوا، سعره 10 جنيه. يعني اهو ده المنتج اهو مع بعض سعره 10 جنيه. المنتج ده سعره 10 جنيه بس، رهيب في تنزيل البطن والقضاء عليها، بس برضو عايز الدوام والاستمرار. بيستخدم 3 مرات في اليوم، 3 مرات في اليوم قبل الاكل ب3 ساعات. بيستخدم 3 مرات في اليوم وقبل الاكل ب3 ساعات. طبعا قلنا ينسون وزعتر وقرفة وكمون، بس كمون اسود مش الكمون اللي احنا بنستخدمه، كمون اسود وزعتر وياسين وحاجات يعني مش عارفه اقول ايه بقى كده. خلاص كفايه يعني، عطينا المنتج حقه. وهو ده المشروب ده. طبعا اول حاجه نبدا بيها على الريق نشرب كوبايه من دي كده، الكوبايه دي كفايه يعني، لان احنا طبعا مش بنحط له سكر او كده، فالكوبايه دي كفايه. اول حاجه على الريق. تاني حاجه اللي هو ايه قبل الاكل مثلا ب3 ساعات، يعني مثلا انا قبل ما انا خدته على الريق خلاص بقى ما اخدش على الغداء. اخده بقى قبل العشاء تقريبا كده بكام ب3 ساعات. تاجي قبل النوم اخده، قبل النوم بقى اخد بقى ايه كوبايه كمان. زي ما احنا عارفين برضو من فوائد كريم الجنزبيل، برضو الحاجات اللي مكتوب عليه من الوسيلة الطبيعية لإنقاص الوزن والحصول على قوام رشيق عن طريق تقليص وحرق الدهون في أجزاء الجسم المختلفة موضوعيا. يعني بيقلص وبيحرق الدهون في أجزاء الجسم الموضوعيا. وبما أن الكريم يحتوي على زيوت نباتية وعطرية، فهو آمن للجلد حيث يفيد في شد الترهلات
وإذابة الدهون والشحوم المتراكمة، وإزالة علامات التمدد بالجلد، وخاصة بمنطقة البطن والأرداف. يعني بيزيل علامات التمدد بالجلد اللي هي الخطوط البيضاء والشحوم المتراكمة. يعني دي برضو من أساسيات كريم الجنزبيل، إن هو بيقضي على الكرش بشدة ترهلات، وبيذوب الدهون والشحوم المتراكمة والتمددات بتاع الجلد اللي هي الخطوط البيضاء او الحمراء، بيقضي عليها تماما وما بيخليهاش. يعني من اول السمان هتشوف النتيجة وهتشوف الفرق، وخاصة بمنطقة البطن والأرداف. يعني هو ده أصلا من بتوضع طبعا من الكريم على المكان المرد تخسيسه مع التدليك الجيد. هنحط الكريم وهندهنه كويس. البطن هتشرب منه أو أي منطقة أنا عايزة أخسسها. هنلف بطن بكيس حراري أو بأي حاجة، أو بكيس تعبير. الحراري ده هيبقى مفعول طبعا ونتيجة جامدة. الكيس الحراري اللي هو بتاع الأكل اللي احنا بنستخدمه في الأكل ده، لو لفينا بيه البطن وبعدين نلف البطن بالحزام ده. يعني ندهن الكريم ونلفه بالكيس الحراري، وبعد كده بعد ما نلفه بالكيس الحراري هنلبس الحزام ده لفترة طويلة. نلبس الحزام ومش وكل ما نيجي هنستخدمه بنفس الطريقة. مع المشروب مع كريم الجنزبيل ندهنه ونلبس في وقتها. بعد ما ندهن كريم الجنزبيل ونلف البطن كويس بالكيس الحراري او باي حاجه انت ممكن تلفي بيها علشان تعمل علامه تفتيح المسام، والبطن تتشرب من الكريم وتعمل يعني نتيجه ومفعول اكتر. ونلف الحزام بقى في وقتها ونفضل لابسينه على طول. نستخدم الكريم ده يعني مرتين او مره في اليوم على حسب استخدامك انتي للكريم. طبعا انا مش عارفه، هو مش مكتوب يعني عليه ان احنا نستخدمه كم مره. انتي بتستخدميه يعني بالطريقه اللي انتي حابه تستخدميه بيها، مره في اليوم او مرتين مع اللي انا قلت عليه ده، والدوام والاستمرار وكده. هي دي طريقة استخدام الكريم مع الحزام مع المشروب، ومفيهاش اي حاجة خالص.